يلا بسرعة قومي اعمليه لو خلصتي فطارك دلوقتي. مش هياخد منك اي حاجة. كنافة بالكريمة، بصوا يا جماعة، يعني بصوا جميلة جدا وتحفة و... وهايلة جدا، يعني ما شاء الله. اعمليها وهتحسي يعني ان حاجة بتاكلي حاجة مختلفة. هي بس الاول هنبدأ بقى الخطوة بايه. اول حاجة بنعملها هي الشربات والكريمة. ليه؟ عشان نسيب الحاجة تبرد، عشان ما ينفعش يبقى الكنافة طالعة سخنة والشربات سخن. لازم حاجة منهم باردة. دي أول خطوة. هنا بضيف أنا هاخد الكنافة، عايزة شربات تقيل. كوبايتين سكر، عليها كوباية مية، بأي معيار عندك، أي كوباية وحدي المقدار. أول ما أنا قلبته كده في النص لحد السكر ما داب، وحطيت له عصرة ليمونة. وخلاص أول ما بيبدأ بقى خلاص يبدأ في الغلوان، برفع إيدي عنه وبسيبه 7 دقايق مع بعضيه كده، من 7 ل10 دقايق، مش أكتر من كده. هنا ببدأ بقى في الكريمة بتاعتي. معايا كوبايتين لبن، على معلقتين نشا، على معلقة كريم باستري وكريم شانتيه خام. وهنا ضفت معلقة سميد. جميلة جدا وجربيها وهنا فانيليا. وجربيها وهتشوفي الفرق. طبعا بتفضلي تقلبي كده، بتلاقيه خلاص اختلط معاكي وامتزج بسرعة. طبعا الكريمة بتاعتنا من غير سكر، وعليها برضو معلقتين قشطة. تمام، لازم لا قشطة لا مكعبين زبدة، المتاح عندك تضيفيه، بيدي طعم وتيست اعلى. جبت الكنافة هنا، بصراحة ما كانتش متلجة، بس برضو اتقطعت معايا كويس جدا. وممكن عادي برضو في طرق جدا انك تبقي مش مفرزاها وتقطعيها عادي جدا، بتتقطع وكل حاجة. تمام. كده بنبدأ بصوا يا جماعة، نص كيلو الكنافة عايزة كوباية زبدة، او كوباية سوري سمنة. الزبدة لا، الزبدة بيبقى فيها نسبة مية مش هتنفع معانا، لازم تكون سمنة. وهنا عليها نص كوباية سكر، وهنا كوباية السمنة. حابة تضيفي عليها ربع زيت وتلات ارباع سمنة، مفيش مشكلة. بس يفضل بقى معلش، يعني عايزين بقى معلقة سمنة كده، يعني النص المقدار عايزين منه برضو سمنة بلدي، او سمنة البقري بتاعتنا الصفرة اللي احنا بنعمل بيها الحلويات، بس مسيحينها، مش بناخدها زبدة. لان الزبدة هيتدخل معانا نسبة مية، مش هتدينا نتيجة كويسة مع الكنافة. خلاص هنا انا دلكت كويس جدا السكر مع السمنة. ببدأ ادهن بقى طبقة في الصينية بتاعتي او الفورمة بتاعتي. بدهن طبقة سمنة كويسة، يعني مش يا دوبك دهنة بسيطة، لا انا عايزة دهنة كويسة. يعني بنزود المقدار، بتبقى ويبقى عشان خاطر ان انا ابدا ما تسيحهاش. انا عايزاها تجيبيها من العلبه على او البرطمان بتاعك على الصينيه بتاعتك. وبتضيفي هنا اللي عليها، بتدهني كويس قوي داير كده عشان يدينا الفورمه ويدينا الشكل واللون. بتبقى طعمها جميل جدا، وتيجي تقلبيها تحسي فعلا انها واخده لون حلو قوي قوي. ببدأ هنا أقسم المقدار بتاع الكنافة تلتين والتلت. باخد التلتين في القاع الأول، النص الأولاني، وببدأ أفرده كده بالراحة. يعني أفرد لو في حاجة كده بصوابعك كده، تفضلي يعني ما شاء الله بتلفيها كده. وبحاول أضغط بعد كده، اضغطي جامد اضغطي جامد عليها، ولو في أي زيادات بتشيلي بتساوي المقدار، عشان ايدك تحس ان انتي مسوية المقدار، تضغطي عليها. وحاول بينا بعمل لها حرف. الحرف ده هيساعدني ان انا الكريمه ما تطلعش على الحرف وتتلسع مني. بصوا الكريمه ناعمه ازاي، ما شاء الله، جميله جدا وناعمه. وانا بحبها سايبه كده، ان هي ما تقلقيش منها، هي تتماسك. يعني حتى هي اول ما تطلع وهي سخنه بتحسي انها فلافلي كده ونازله من القطعه بتاعتك. لا، هي اما بتبرد شويه خلاص بتتماسك الكريمه بتاعتنا، او القشطه الكدابه زي ما بيقولوا. بضيف هنا مقدار الحشو بتاعي، طبعا من غير سكر. الكريمة دي انا عاملاها من غير سكر. وببدأ هنا اضيف الجزء التلت التاني بتاع الكنافة، وبالراحة مش بنضغط عليها. احنا يدوب بنفرد الكنافة الطبقة التانية عليها، مفيش ضغط خالص. يدوبك بس الحروف بصوابعي كده، بحاول انزل بالحروف عشان اقفل الحروف داير داير كده في الفورمة بتاعتي، عشان
ما تتلسعش بره الكنافة خالص اهي. بصوا خلاص كده والفرن شغال، هندخلها على الفرن وطلعت بسم الله ما شاء الله. يلا لايك وشير حبايبي واعملوها وجربوها قولوا لي. طبعا انا هنا كنت قلبتها خلاص وبدات بقى ايه اضيف لها الشربات اللي احنا عاملينه. وبصوا طعمها ولا اروع وتحفه ما شاء الله. طبعا كنت عاملاها طبعا وانا صايمه، فكنت خلاص بقى يعني. بصوا اهي، بصوا يعني حاجه كده ايه جميله قوي تحفه. يلا جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. بس زي ما قلت لك ضروري جدا السمنه البلدي.